ظهور ليا في اي حاجه either on social media or on cinema او كده يبقى ليها مسج بتوصل اللي هو حته الانكلوسيفيتي، حته to raise awareness about dwarfism عامه، قايلاها واضحه وصريحه. انا مش هعمل اي حاجه فيها ساركازم علشان السينما يعني للاسف هي كانت one of the factors ان احنا بنورماليز البولينج. بس حبي نفسك باي شكل من الاشكال، ومش اي حد يتكلم جنبك يقولك انت شكلك وحش تردي عليه انت شكلك اوحش. اللي عايز يكتب حاجه يكتبها، هو كله مستخبي ورا التليفون. مش بنتريق على حد عشان دي حاجه احنا ملناش كنترول عليها. انت ما اخترتيش يبقى شكلك كده ولا اي حاجه. الوعي زاد شويه، فابتدينا نحس ان التنمر دوت ممكن ان هو يضايق ولادنا، فبتلاقي الاهالي على طول على اصغر حاجه يروحوا جارين بسرعه على المدرسه ولازم ياخدوا حق اولادهم ويقنعوا اولادهم بعد كده لا انت احلى واحده في الدنيا. عمرك ما هتسكتي حد، ما تخلي اللي بيكتب من ورا سكرين ده يكتب اللي هو عايزه. كده كده اللي انا بعمله ده هيعجبك وغيرك هيقول لا ده عك. ما هو اكيد الناس ممكن تشوف شكلي او لبسي وتقول برضو ان ده مش مناسب، فاللي بقوله لنفسي انه لما انا يبقى ما فيهاش عيب ابقى اتكلم على عيوب الناس. اكتشفت ان الجادجمنت ده ضعف. انا مش مكان الشخص، انا ما اعرفش هو قد ايه ممكن يكون ندمان، هو قد ايه ممكن تكون ظروفه حطته في الموقف ده. نفسي الناس تغير وجهه نظرها عن اي شخص مختلف. اي شخص مختلف ده هو مش وحش، هو بني ادم، فلازم نقتنع ان هو ليه حقوق وليه دور، ما نموتهوش.